أهلاً بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم في موضوع عبقري ومهم جداً، خصوصاً لطلبة تالتة ثانوي: المناعة في النبات. تخيلوا معايا كده، إزاي كائن حي ثابت في مكانه عامل زي القلعة بالظبط بيقدر يدافع عن نفسه في عالم مليان تهديدات. يلا بينا ندخل في تفاصيل القلعة دي ونشوف أسرارها. وهو ده السؤال اللي بيبدأ بيه كل حاجة. النبات ده لا بيجري ولا بيستخبى، طب إزاي بيدافع عن نفسه؟ حواليه في كل حتة بكتيريا، فطريات، فيروسات، ده غير الحيوانات اللي عايزة تاكله. الإجابة زي ما قلنا إنه عنده نظام دفاعي محكم ومتطور، قلعة حقيقية ليها أسوارها وجنودها. اللي لازم نفهمه إن النبات ده عايش في حرب، بس حرب صامتة ومستمرة. هو في حالة تأهب دايمة عشان يواجه أي كائن ممكن يمرضه أو يهدد حياته. الحرب دي ليها استراتيجيات وخطوط دفاع، وده بالظبط اللي هنفصصه مع بعض النهاردة. طيب، استراتيجيات الدفاع دي بقى نقدر نقسمها لنوعين كبار، ومهم قوي نركز في الفرق بينهم عشان ده سؤال امتحان أساسي. عندنا أول حاجة المناعة الفطرية، أو بنقول عليها الموروثة، ودي من اسمها كده حاجة النبات مولود بيها جاهزة عنده من الأول خالص، سواء في هجوم أو مفيش. والنوع التاني هو المناعة المكتسبة، ودي بقى اللي النبات مش بيتولد بيها، لأ دي بتتكون كرد فعل للإصابة، يعني بيكتسبها وهو بيدافع عن نفسه لما العدو يهاجم فعلا. خلونا نبدأ بأول خط دفاع، أو زي ما بنقول أسوار القلعة، دي بنسميها المناعة التركيبية. الهدف الرئيسي بتاعها بسيط جداً، إنها تكون حاجز مادي يمنع أي كائن ممرض إنه أصلاً يعرف يدخل جوه جسم النبات. دي الحواجز الطبيعية اللي بتحميه. أول وأهم سور في القلعة دي هو الجدار الخلوي. كلنا عارفين إن الجدار ده بيتكون بشكل أساسي من مادة السليلوز، ودي مادة قوية، لكن القوة الحقيقية بتظهر لما يترسب عليها مواد تانية زي الجنين. ساعتها بيتحول لحاجز صلب جدا، صعب قوي على أي ميكروب إنه يخترقه. دي أول نقطة قوة في دفاعاته. فوق الجدار الخلوي ده في طبقة حماية خارجية إضافية اسمها الأدمة الخارجية. دي بقى الدرع اللي بره خالص. عشان نفتكرها بسهولة، الأدمة دي عندها 3 حاجات مهمين بيبدأوا بحرف الشين. أول حاجة الشمع، اللي هو طبقة الكيوتين اللي بتزحلق المية وتمنعها تقف، عشان المية دي بيئة مناسبة لنمو الميكروبات. تاني حاجة الشعر أو الشعيرات، ودي بتعمل نفس الوظيفة تقريباً. وتالت حاجة الشوك، وده طبعاً دوره واضح في حماية النبات من حيوانات الرعي. فالخلاصة هنا إيه؟ الهدف الأساسي لكل وسائل المناعة التركيبية الفطرية دي، من أول الجدار الخلوي لحد الأدمة بالشمع والشعر والشوك، هو هدف واحد وبسيط: امنع دخول الميكروب من الأساس. لو قدرنا نمنعه يدخل، يبقى المهمة نجحت والقلعة في أمان. طيب، ماذا لو الأسوار دي اتخرقت؟ يعني إيه اللي هيحصل لو حصل جرح أو قطع في النبات، ممكن بسبب إنسان، حيوان، أو حتى بسبب نمو النبات نفسه في السمك؟ هنا النبات لازم يتصرف بسرعة البرق عشان يسد الفتحة اللي اتعملت دي. لما بيحصل جرح، النبات عنده استجابة طوارئ فورية، بيبدأ يكون طبقات من الفلين أو يفرز مواد صمغية حوالين مكان القطع. المواد دي بتشتغل بالظبط زي لاصق طبي، بيقفل الجرح بسرعة ويعزل المنطقة المصابة عشان يمنع أي ميكروبات من إنها تدخل للأنسجة الداخلية. خلوا بالكم، دي تعتبر مناعة تركيبية مكتسبة. ليه؟ لأنها ما كانتش موجودة من الأول، لكن اتكونت بس كرد فعل للجرح. طيب، لو العدو كان شاطر وقدر يخترق خط الدفاع الأول ودخل جوه النبات، هنا بقى بيشتغل نظام الإنذار المبكر. النبات عنده زي رادارات أو عيون داخلية بتحس بوجود العدو ده، وبتبدأ فوراً تفعل خط الدفاع التاني. النظام ده اسمه المستقبلات. إيه هي المستقبلات دي؟ ببساطة دي بروتينات موجودة على خلايا النبات، وظيفتها إنها تدرك وتتعرف على وجود الميكروبات. هي اللي بتحس بالخطر وبتضرب جرس الإنذار لكل أجهزة الدفاع في النبات عشان تقول لها اصحي فيه هجوم. من غيرها النبات هيفضل أعمى ومش هيعرف أصلاً إن في عدو دخل. العملية بتمشي إزاي؟ الموضوع عامل زي القفل والمفتاح. كل ميكروب عنده على سطحه جزيئات خاصة بيه، زي بصمة صوابعه كده، بنسميها مولدات الضد أو أنتيجين. المستقبلات بقى متصممة عشان تتعرف على البصمة دي بالذات، ولما المستقبل يرتبط بالبصمة دي بيطلق صافرات الإنذار اللي بتنشط كل وسائل المناعة المكتسبة في النبات، سواء كانت تركيبية أو كيميائية. بمجرد ما صفرة الإنذار دي تشتغل، النبات بيجهز نفسه ويطلق ترسانته الكيميائية، وده اللي بنسميه المناعة البايوكيميائية أو خط الدفاع الآني. هنا الحرب بتتحول من مجرد حواجز وأسوار لهجوم مباشر بالأسلحة الكيميائية الفتاكة. الأسلحة الكيميائية دي نوعين أساسيين:
النوع الأول هو مواد كيميائية سامة زي الفينولات والجلايكوزيدات، ودي مهمتها إنها تقتل الميكروبات بشكل مباشر أو على الأقل توقف نموها. والنوع التاني هو بروتينات مضادة زي إنزيمات نزع السمية، ودي بقى بتتفاعل مع السموم اللي الميكروبات بتفرزها عشان تضر النبات وتقوم مبطلة مفعول السموم دي تماماً. عشان نلم كل اللي فات ده ونركز على النقط المهمة اللي بتتكرر في الامتحانات، تعالوا نعمل مقارنة سريعة ومركزة بين خطوط الدفاع المختلفة في النبات. التلخيص ده هيثبت المعلومة وهيخلينا فاهمين المنظومة كلها على بعضها. بصوا بقى على الجدول ده لأنه بيلخص كل حاجة ومهم جدا للامتحان. خلينا نمشي معاه واحدة واحدة. المناعة التركيبية دي خط الدفاع الأول، طبيعتها إيه؟ حواجز مادية، منها اللي موجود أصلا في النبات يعني فطري زي الجدار الخلوي والأدمة، ومنها اللي بيتكون بعد الإصابة يعني مكتسب زي الفلين والسموخ. هدفها إيه؟ منع الدخول والانتشار. نيجي للناحية التانية، المناعة البيوكيميائية دي خط الدفاع التاني، طبيعتها حرب كيميائية، منها الفطري زي المستقبلات اللي موجودة ومستعدة دايماً، والمكتسب زي إنزيمات نزع السمية اللي تركيزها بيزيد قوي بعد الهجوم، وهدفها واضح ومباشر: القتل والتثبيط. أهم حاجة نطلع بيها من الكلام ده إن الفرعين دول من المناعة بيكملوا بعض، يعني هم فريق واحد. خط الدفاع الأول اللي هو المناعة التركيبية بيحاول يصد الهجوم من البداية، لو فشل بيجي فوراً دور خط الدفاع التاني اللي هو المناعة البيوكيميائية عشان يقضي على العدو اللي قدر يدخل. واحد من غير التاني مش هيشتغل بكفاءة أبداً. وفي النهاية الشرح ده بيخلينا نسأل سؤال أعمق شوية: إيه اللي ممكن نتعلمه من أنظمة الدفاع الصامتة والمعقدة دي عند النبات؟ وإزاي نقدر نطبق المبادئ دي في بناء أنظمة قوية ومرنة في حياتنا وفي التكنولوجيا بتاعتنا؟ سؤال يستاهل مننا كلنا نفكر فيه.